أهلا بيكم يا أحلى ناس في الدنيا. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو الفيديو عجبكم ادعموني بلايك وكومنت حلو عشان نكبر مع بعض. يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة وإن شاء الله يعجبكم. قلت في عقل بالي، هو جوز بنتي ده كان عايز واحدة زيي، خبرة وما بتقولش لأ ولا بتتعب زي بنتي الخايبة. بقيت أقول لها اتحملي، ما هي الرجالة كلهم كده، وأصبرها بكلمتين. وأنا عارفة، أنا عارفة إن بنتي على قدها خالص، لسه عضمها طري زي ما بنقول، مش حمل جوزها. جوزها شكله جامد، فعلا هو عضلات وراحد رياضي، وأنا بنتي يدوبك على قدها. أنا طبعا بنتي دي هي الوحيدة، بعد ما أبوها مات سابهالي وهي صغيرة. بصراحة ما قدرتش على الوحدة كانت صعبة، وخصوصا إن جوزي كان معودني على الموضوع ده كل يوم، كل يوم وما بشبعش منه. أهو غصب عني اتعودت. وبعد ما مات مرضتش أتجوز، بس جيت بعد أول سنة لقيت نفسي هتعب وخايفة أعمل حاجة غلط. قلت في نفسي، الناس قالولي ولا عيب ولا حرام، لازم تتجوزي، انتي صغيرة على إنك تسيبي نفسك كده. وفعلا اتجوزت واحد جارنا، قلت ده بقى هيبقى شديد زي جوزي ويعوضني الحرمان. لكن للأسف طلع على قده خالص، كلمتين والموضوع بيخلص. قلت إيه ده أنا اتجوزت عشان كده. وسكت ورضيت بنصيبي، وكبرت بنتي وهو كبرها معايا بصراحة وكان طيب. قلت خلاص، أدام هو مراعي ربنا في بنتي خلاص. جه العريس اللي هي بتشتكي منه دلوقتي. بعد شهرين من الجواز، كل كام يوم تيجي معيطة وتقولي يا ماما أنا تعبت. أقول لها تعبتي من إيه؟ احكيلي. وأقول لها معلش استحملي، المشاكل في الأول بتبقى كده. تجيلي بعد كام يوم تقولي أنا ما عدتش قادرة استحمل. قلت لها لأ، مش قادرة تستحملي إيه؟ لازم تقوليلي قصدك مشاكل وخناقات ولا في إيه بالظبط؟ قالت لي لأ مش كده، بس أنا محرجة. قلت لها لأ ما تتحرجيش من مامتك، قوليلي. قالت لي هو بيبقى عايزني على طول، والموضوع معاه صعب جدا، بيطلب مني حاجات وعايزني دايما، وأنا بقوم تعبانة وبتوجع وما بقدرش أمشي على رجلي وظهري بيوجعني. أنا بصراحة مش قادراله. وأنا من جوايا بقول ما كانش يجي عدا من حظي ومن نصيبي، يلا هعمل إيه؟ بكلمها كلمتين وراضيها، وتروح وتيجي بعدها بكام يوم نفس الموال. وأنا ببقى حابة أسمع منها كل تفصيلة، أجر منها الكلام وأقول لها ها بيعمل إزاي؟ تقولي يا ماما كذا وكذا وبيخليني أعمل كذا على ركبي، حاجات من دي بقى. مرة وهو عندي معزوم، هو وبنتي، بقيت أتخيله قدام عيني إنه بيعمل معايا المواضيع دي، بقيت أنام وأقوم وأحلم بيه. وفي مرة من المرات لقيتها جيالي والموضوع أصعب من كل مرة، بتقولي الحقيني ده هيتجوز عليا. قلت لها ليه؟ وصلت للجواز؟ قالت لي أيوة، بيقولي لو ما كنتيش هتعشريني أنا متجوز عشان الموضوع ده، وصحتي تتجوز واحدة واتنين وتلاتة واربعة في نفس الوقت، وانتي بصراحة دايما بتتوجعي ومش قادرة وبتعيطي. شوفي حل، ينطلق يتجوز عليكي. قلت لها لأ طبعا، الشيطان وقتها قال لي فكرة عمرها ما تخطر على بال حد، معرفش جاتلي ازاي. قلت لها طب واللي يحللك المشكلة دي؟ قالت لي هتحليها ازاي وهو جديد وانا مش قادراله. قلت لها انت عارفة ان عمك اللي انا متجوزاه على قده؟ قالت لي ايوه صح، بس مال ده ومال ده. قلت لها بصراحة ما تزعليش، أنا كان نفسي في واحد زي جوزك، أنا بستحمل وإنتي ضعيفة زي عمك ده، وأنا قوية والموضوع عندي جديد شوية. قالت لي قصدك إيه؟ وإيه الكلام ده؟ قلت لها إيه رأيك إن أنا اللي هريح جوزك، بدل ما يروح بره يبقى كلنا في بعضينا. قالت لي يا ماما إنتي بتقولي إيه؟ إنتي بتهزري؟ قلت لها لأ اسمعيني، مش هو عايز واحدة تتحمله ويخلص فيها طاقته لحد ما إنتي تشدي حيلك شوية؟ قالت لي أيوة. قلت لها خلاص، بدل ما يروح يتجوز ولا تتطلقي واسمك مطلقة، أنا موجودة أهو، هريحه وأعمل له كل اللي هو عايزه. قالت لي إزاي ده؟ لأ طبعا ده غلط وحرام. قلت لها ليه؟ مش بدل ما يروح يغلط بره؟ وأنا كمان بصراحة تعبت، عمك ما بيخلينيش أوصل للي أنا عايزاه، وجوزك هو اللي أنا عايزاه، بس يومين تلاتة مع بعض لحد ما تشوفي نفسك. قالت لي طيب بس هنعملها إزاي؟ وهل هيوافقوا؟ قلت لها سيبي الموضوع ده عليا، أنا النهاردة هاجي أكلمه، واحتمال أبات عندكم. قالت لي طيب، ورحت واخدة قميص نوم قصير شوية ومفتوح من على الصدر وحطيته في شنطتي،
ورحت مع بنتي. دخلت وكان هو قاعد، قلت له ازيك عامل ايه؟ مالك بقى النهاردة؟ كل مرة تزعل بنتي كده؟ أصبر بس، هغير هدومي ونيجي نتكلم، وانتي خشي اعملي الغدا. قالت لي حاضر يا ماما. دخلت أوضة النوم ولبست القميص. أول ما شافني برق بعينه، وأنا أصلا حلوة وجسمي مش باين عليه السن، لسه في عز شبابي، عندي 45 سنة وجسمي أبيض وشعري أسود وناعم. شافني وقعدت جنبه، أطبطب على إيده وقلت له إيه بقى؟ قال لي أعمل إيه يا حماتي؟ هي دايما خناقات وبتعيط. قلت له بس قولي الصراحة. قال لي بصراحة أنا عايز أتجوز، هي مش مشبعاني وتعباني ومخلياني أبص بره على طول. قلت له فعلا هي ضعيفة شوية في المواضيع دي، بس ده ما يخليكاش تتجوز أو تسيبها. قال لي أعمل إيه؟ أنا عندي المواضيع دي زيادة شوية ومتجوز عشان كده. قلت له صراحتك عجباني، طب إيه رأيك في اللي تريحك؟ قال لي هتعملي إيه؟ قولي لها. قلت له لأ مش هي، أنا. قال لي إزاي؟ قلت له أنا موجودة، بصراحة كان نفسي في حاجة زي كده من زمان. عمك على قد حاله وانت واحد بنتي وهي على قد حالها، فأنا موجودة، بدل ما تروح بره ويبقى زيتنا في دقيقنا. وبنتي بتحبك ولو عملت كده ممكن تروح فيها، يرضيك؟ قال لي لأ. قلت له أنا مش عاجبك؟ قال لي لأ بصراحة، انت تعجبي أي واحد والسن بتاعك أي شاب يتمناه. قلت له خلاص. قال لي بس إزاي وهي توافق؟ قلت له ملكش دعوة بيها. قال لي طب وعمك هيوافق؟ قلت له برضه خلي الموضوع ده عليا، بس انت موافق؟ وقلت له حاجة كمان، إن هي تروح مع عمك شوية يعني جوزي يعني، وأنا أبقى معاك. سكت وقال مفيش مشكلة، أنا موافق، المهم أرتاح واتبسط، أنا بحبها ومش عايزها تروح من إيدي. قلت له وإيه المشكلة، ما أنت هتبقى معايا، ولا هو حلو ليك ووحش ليها؟ قال لي طيب خلاص. قلت له خلاص، بكرة هتيجي عندنا هنا أنت وهي. كلمت بنتي وقلت لها خلاص هو موافق. قالت لي بجد عادي كده؟ قلت لها أيوة، إيه المشكلة؟ انتي بقى تيجي بكرة وعمك طبعا عينه منك، اديله ريق حلو بصة حلوة عشان تبقي انتي معاه وانا مع جوزك، ولا عايزة بيتك يتخرب؟ طبعا أنا معرفش إزاي فكرت في كده، شيطان وطلع الكلام. وفعلا جت عندي وغيرت واديتها قميص تلبسه. جه جوزي بصلها من فوق لتحت. قلت له بتبصلها ليه؟ قال لي عادي دي بنتي اللي مربيها. قلت له لأ، البصة المرة دي مش طبيعية. قال لي بصراحة النهاردة محلوية والقميص هياكل منها حتة. قلت له عجبتك؟ قال لي طول عمرها عجباني بس زي بنتي. قلت له بطل النغمة دي، طب إيه رأيك تقضي معاها ليلتين حلوين؟ قال لي أنتِ بتقولي إيه؟ قلت له أيوة، إيه المشكلة؟ هي عجباك وأنا عايزة واحد شديد وأنت عارف صحتك على قدك. يعني إيه؟ يعني جوزها برضو نفس الحكاية ونقعد كلنا مع بعض. وفعلا جه جوزها من الشغل وبقينا إحنا الأربعة قدام بعض، وكل واحد فاهم هو عايز إيه. قلت لهم خلاص، الموضوع اتحل، هنقعد مع بعض هنا يومين وعندكم يومين. والشيطان رسم الخطة، كنت مموت عشان أجرب حاجة زي كده. وجه الليل وكل واحد دخل مع اللي معاه، وأنا داخلة كأني صغرت 20 سنة. الواد فعلا جامد وتعبني لدرجة إن صوتي كان بيطلع، والحاجات عنده كانت ضخمة وتعبتني بس كنت مستمتعة. لدرجة إن بنتي خبطت وقالت لي يا ماما صوتك عالي. قلت لها حاضر هحاول أكتم نفسي. كنت مبسوطة قوي، وقعدنا كام يوم على كده. بدأت أحس إن بنتي بتغير من وجودي معاها في الأوضة ومن الصوت اللي بطلعه، وبتقول أنا كنت موجودة كان أفضل اللي معايا ده ضعيف وأنا زهقت منه. ناديت جوزي وقلت له يا راجل هاتلك حباية، البنت بتشتكي منك وهتفضحنا. نزل جاب الحبوب وخدها، ودخلنا الأوضة وصوتي كان مسموع. ومفيش 5 دقايق لقيتها بتخبط وبتقولي الحقيني ما بيتحركش. رحت أجري عليه لقيت مفيش نبض. طلبنا الدكتور، جه وشاف وقال ده خلاص مات. بنتي بقت تلطم وتصرخ وتقول إحنا السبب. الدكتور شك إن الوفاة مش طبيعية واتصل بالبوليس. الدنيا اتفضحت وكل الناس عرفت اللي بنعمله، وبقت فضحتنا على كل لسان. آدي آخرة المشي الحرام والتفكير الشيطاني عشان نزوة ورغبة حرام. اللي عنده نصيحة يكتبها في الكومنتات من غير تجريح. كلنا ممكن نغلط، بس المهم نفوق قبل فوات الأوان.
اعملوا لايك على الفيديو. كانت معاكم أليشا ستوريز. دمتم في أمان الله وحفظه. مع السلامة.